قائمة اللاعبين النهائية المستدعين من قبل الكابتن حسام السيد مدرب منتخبنا الوطني من أجل الوديات القائمة لمنتخبنا الوطني مع الجزائر وبيلاروسيا واحتمال كبير فنزويلا. ومنتخبنا الوطني يجري مباراة ودية مع نادي الوثبة يوم أمس، وتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي. فما هو رأيي بالموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ وأهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسون تحطوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم أخبار الكرة السورية أول بأول. ويلا نستمتع بالموضوع. أصدر الكابتن حسام السيد مدرب منتخبنا الوطني القائمة النهائية للاعبين الذين سوف يخوضون مباراة الجزائر وبيلاروسيا وفنزويلا، يعني الوديات القائمة لمنتخبنا. وكانت قائمة الكابتن حسام تضم كل من أحمد مدنية وشاهر الشاكر وعبد اللطيف النعسان في حراسة المرمى، وثائر كرومو وعبد الرزاق المحمد وعبد الله الجنيات وخالد كردغلي، يوسف الحموي وكرم عمران وزكريا حنان وحمزة الكردي وأحمد الشمالي ومحمد المرمور، صبحي شوفان وأحمد الأشقر ومحمد كروما وأيمن عقيل وكامل حميشة ومصطفى جنيد وكامل كواية ومصطفى الشيخ يوسف ومحمد الحلاق، علي بشماني، علاء دين الدالي ومحمود البحر. هاي كانت قائمة الكابتن حسام المستدعاة من أجل وديات منتخبنا الوطني. اللافت بالموضوع إنه ما يوجد لاعبين محترفين في القائمة عدا لاعبين اثنين، واللي هم محمد المرمور وخالد كردغلي. أما اللاعبين المحترفين البقية واللي بالعادة يستدعون إلى المنتخب الوطني غير موجودين، مثل عمر السومة، محمود المواس. خريبين ما بدنا نجيب سيرته لأنه خريبين خلاص بدنا نعتبره خارج المنتخب من كثر ما استدعوه وما أجا. ما أعرف هاللاعب ما يحب المنتخب، لذلك بدنا نحطه خارج القائمة. لكن محمود المواس، عمر السومة، محمد عثمان، إياز إلى آخره من المحترفين اللي كل مرة نستدعيهم ونلعبهم بالمنتخب. لكن اللي أنا شايفه من خلال اللاعبين المستدعين ومن خلال التصريحات والتلميحات من الكابتن حسام السيد أن الكابتن حسام السيد يعمل على المدى البعيد، يعمل على منتخب وطني فتي ونخلص من اللاعبين القديمين اللي كنا معتمدين عليهم بشكل أساسي، واللي شاركوا بمونديال كأس العالم 2018 وشاركوا بكأس آسيا. قاموا يخرجونا من بطولة تلو البطولة، وبصراحة كبر راسهم بزيادة لأنه يفكرون إنه سوريا كلها متوقفة عليهم. أنا مع الكابتن حسام، أنا مع اللي قام يعمله الكابتن حسام، يستدعي لاعبين شبان ويشتغل عليهم وينميهم ويعطيهم الفرصة، واللي هي الأهم انه نستدعي لاعبين نعطيهم الفرصة، وبالمقابل اللاعب اللي شايف حاله هو اكبر من المنتخب نقول له الله معاك، ما تلزمنا ولا نريدك. تاج العمر خريبين. لذلك خلونا نشوف منتخبنا الوطني بحلته الجديدة، خلونا نشوف منتخبنا الوطني بروح جديدة وبلاعبين جدد، خلونا ندعمه ونوقف وراه على المرة قبل الحلوة. ولكن ايضا بالمقابل لازم يعرف اللاعب اللي يلعب بالمنتخب السوري انه المنتخب هو اكبر من الجميع، وانه لازم يلعب للقميص، ما يلعب مشان ياخذ عرض او عقد من النادي الفلاني او النادي العلاني، وانه باي وقت حس الجمهور السوري انه هو تعالى عليه او تعالى على المنتخب راح نكون ضده وما نطالب به، لو كان مو عمر خريبين، لو كان ميسي او كريستيانو رونالدو. نروح على خبرنا الثاني، واللي هو مباراة منتخبنا الوطني الودية امام الوثبة اللي جرت يوم أمس وانتهت بنتيجة تعادل 1-1. سجل لنادي الوثبة سعيد برو، أما لمنتخبنا الوطني سجل كامل كواية. طبعا ما أعرف، هو المباراة أول شيء ما انبثت، لذلك أنا ما أقدر أقيمها. ثاني شيء المباراة ما انعرض لها حتى ملخصات أو تصوير من قبل الجمهور، يعني تصوير موبايل بأرض الملعب، لذلك ما أقدر أحكي عنها. لكن ما أقدر أقوله إلا أنه في حال أشركنا عناصرنا الأساسية بالمنتخب بأكملهم وكانوا يلعبون فعلا مباراة حقيقية وكانت النتيجة هاي النتيجة، لازم المدرب حسام السيد يعيد حساباته ويشوف مواضع الخلل ويعدلها، لأنه هاي المباراة مع نادي الوثبة وليس مع نادي الجزائر. إذا نحن مع الوثبة تعادلنا 1-1 وكنا نلعب كامل قوتنا، فمع الجزائر الله يسترنا من فضيحة تاريخية. ولكن بالأخير ما أقدر أقول إلا كل التوفيق للمنتخب الوطني، كل التوفيق للكادر الفني والإداري. لا تنسى اللايك إذا عجبك هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك إذا كنت مهتم بالرياضة السورية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.